مساء الفل عليكم جميعا. عايزه اتكلم على بوليميا اللي هي نوع تاني من انواع الايتنج ديسوردرز. بوليميا هي فكره انه انا على طول عندي رعب ان انا هتخن، وفي نفس الوقت ما عنديش كنترول انا باكل ايه، فهاكل كل حاجه موجوده في الدنيا. بالعكس انا هاكل كميات اكتر بكتير، وهلخبط اي نوع من الحادق على الحلو، وبعدين هرجع او هاخد مسهلات او هتمرن 6 ساعات في اليوم تو ميك شور ان انا حرقت الكالوريز دي كلها. لاك اوف كنترول بيجي من الانكزايتي، انه انا هخش في مشكله كبيره، هيبقى شكلي وحش قوي. طب انا هقارن نفسي بكل الناس اللي في الانستجرام، او هقارن نفسي بكل زمايلي اللي في الشغل، او هقارن نفسي بكذا وفلانه وعلانه وترتان. انا شكلي وحش في فستان وهم شكلهم حلو في فستان، انا مش هقدر اروح الساحل لاني مش هقدر البس لبس الساحل and so on and so forth. الورقه اللي هتطلع لكم دلوقتي على الشاشه اللي هي سيلف توك مهمه قوي في موضوع البوليميا. انا بقول لنفسي، ببص في مرايه بقول لنفسي ايه القرف ده، ببص في مرايه بقول لنفسي ازاي انت سايبه نفسك كده، يلا هخش ارجع. اوكي، عايزه اتعلم اتكلم مع نفسي كويس، عايزه اتعلم انه السيلف توك بتاعي حتى لما ما بيبانش حقيقي ان انا اقول على فكره، ابص نفسي في مرايه انا شكلي كويس في الفستان ده، الجينز شكله حلو عليا، انا الكعب مديني طول ومخلي شكلي كويس، من غير ما اقارن نفسي بحد خالص. محتاجه اتعلم اقول انا جدعه، انا طيبه، انا خدومه، انا شاطره، انا حاجات كتيره قوي، عشان اغير السيلف توك بتاعي من ان انا بركز على ايه فيا اللي مضايقني قوي.